يعطيكم العافية. تحقق من فهمك صفحة 14 بكتاب الهندسي لطلاب صف التاسع. عم يقول لي إذا كان لدينا عندي تناسب A على 2 يساوي B على 3 وكان A زائد B مجموع يعني للعددين 15، احسب كلا من A و B. تمام؟ إذا عيطينا A على 2 يساوي B على 3 وقايل لك إنه مجموع للعددين شو بيساوي 15. تمام؟ هلا نحن هون عنا تناسب. شو عنا من خواص التناسب هون؟ نحن بنعرف هدول اسم وسطي التناسب. تمام؟ و A و 3 هن الطرفين. نحن عنا شي بيقلنا إذا بادلنا بين وسطي التناسب شو بصير؟ نحصل على تناسب جديد. ما هي؟ طيب إذا قلنا مين الوسطين هون؟ هن البي والاثنين. بادل بيناتي بصير عندك A على B تساوي الاثنين صارت محل البي 2 على 3. تمام؟ لحد هون نحن لسه ما استفدنا شيء. نحن أساسا ليش بلشنا واستخدمنا خواص التناسب؟ أنا عندي بمعطيات المسألة A زائد B. تمام؟ فأنا لازم أعمل حركات معينة بالكسر بالتناسب اللي معه لحتى أحصل على A زائد B. أول خطوة بحطن اثنيناتين بكسر واحد. تمام؟ عن طريق إني أنا ببادل الوسطين مع بعضي. شو هسه عندي خاصية من خصائص التناسب هون بتناسبنا؟ أنا بدي يكون عندي A زائد B، يعني أنا هلا بدي أجمع البسط مع المقام. ما هي؟ طيب خواص التناسب بتقل إذا ثبتنا المقام وجمعنا كل مقام إلى البسط الموافق شو بصير؟ نحصل على تناسب جديد. ما هيك؟ طيب هلا هي المقام ورح نثبته يساوي، وهي الثلاثة بالمقام رح نثبتها. شو عم يقول لها؟ ما يقول لي نضيف كل مقام إلى البسط الموافق، يعني كل مقام للبسط تبعه. تمام؟ يعني A زائد البي. تمام؟ وهون أنا عندي فوق 2 بدي ضيف لها مين؟ بدي ضيف لها المقام 2 زائد 3. تمام؟ هلا صار عندي تناسب جديد، هذا ما بيساوي هذا تناسب جديد. طيب A زائد B هو يعطيني إياها 15، بصير عندك هون 15 على B يساوي 2 و3 5 على 3. تمام؟ شو المجهول اللي صار معك؟ عندك مجهول واحد، هذا يؤدي كيف بطالعوا لبي؟ هذا ضرب هذا تقسيم هذا. تمام؟ 3 ضرب 15 تقسيم 5. 3 ضرب 15 على 5. 15 تقسيم 5 فيها 3. 3 ضرب 3 يساوي 9. تمام؟ طيب هلا نحن طلعنا البي، إذا شو طلعت البي بتساوي 9. ومن الفرض عندي A زائد B يساوي 15، هذا يؤدي إنه ال A تساوي 15 ناقص 9. شو بيطلع عندك؟ 6. طيب كيف بدك تتأكد من الحل؟ ترجع على التناسب الأساسي اللي عندك، تكتب A، هي للتأكد ها، هي على المسودة، تكتب A على 2 يساوي B على 3، هي اللي أعطاك إياها بالفرض. محل ال A بتحط قيمتها مينا 6، تكتب 6 على 2 وبتحسبها يساوي 6 تقسيم 2 3. تمام؟ إذا هي طلعت 3. هلا بتجيب هي وبتحسبها هون. البي كام؟ البي 9، تجي بتكتب 9 على 3 شو يساوي 3. ليك هيك بتتأكد إنه أنت حلك صحيح. طلع عندك 3 تساوي 3، يعني A على 2 تساوي B على 3، يعني حلك صحيح. تمام؟ طيب 2 جد عددين موجبين مجموعهما 27 والنسبة بينات النص، يعني واحد قد الثاني على مرتين. تمام؟ شو يعطيك؟ المجموع 27 والنسبة نص، مثل هي. طيب الحل، نفرض العدد
الأول A والثاني B. تمام. هو شو قايل له؟ قايل لي A زائد B شو يساوي؟ مجموعهما شو بيساوي؟ 27. إذا A زائد B يساوي 20 27. تمام. وقايل لي A على B شو تساوي؟ تساوي نص. طالما نحن كتبنا A على B يساوي نص معناتها A هو الصغير و B هو الكبير، لأنه 2 أكبر من الواحد، معناتها هذا أصغر من هذا. تمام. طيب هلا على أنه خاصية بدنا نعتمد بعد ما حطينا هذا التناسب. أنا عندي بالفرض A زائد B، معناتها هون شو بدك تعمل؟ بدك تثبت المقام وتضيفه على البسط الموافق. تمام. تكتب نفس اللي كتبناه هون. إذا ثبتنا المقام وجمعنا كل مقام إلى البسط الموافق نحصل على تناسب جديد. يلا رح نثبت المقام، وهي B يساوي وهي 2. تمام. هلا شو بدك تعمل؟ هلا بدك تضيف المقام للبسط الموافق. هون بسطه A بصير A زائد B، هون بسطه 1 بصير 1 زائد 2. تمام. طيب أنا عندي A زائد B كام؟ 27 على B تساوي 2 و1 3 على 2. هذا العدد كيف بجيبه؟ مثل ما جبنا هذاك، هذا ضرب هذا تقسيم هذا، يعني B تساوي 2 ضرب 20 27 على 3. 27 على 3 9. 9 ضرب 2 18. إذا B ماذا تساوي؟ 18. تمام. هلا بنروح نحسب A. هذا يؤدي A تساوي 27 ناقص 18. ليش عم أطرح؟ لأنه هن اثنيناتي مجموعين 27. إذا أنا معي واحد مني الثاني بده يكون 27 ناقص هذاك يساوي 27 ناقص 18 9. شو طلعت الA؟ 9. طيب A هي الصغير وB هي الكبير. B 18 وA 9. أول شغلة زبطت. ثاني شغلة بدك ترجع تتأكد إنه A على B تساوي النص. يلا قد ايه A؟ 9 على 18. هذا الحكي مسودة مشان تتأكد من حلك. يساوي 9 بتقبل القسمة على 9، وال18 بتقبل القسمة على 9. 9 تقسيم 9 1، 18 تقسيم 9 2. إذا طلعت بتساوي نص، فإذا أنت حلل صح. تمام. وهيك بنكون خلصنا. تحقق من فهمك صفحة 14.